طريقة الحلاقة دي أنا مش برجحها خالص، وبخاف منها وجربتها أكتر من مرة، بس حبيت إن أنا أجربها تاني لأن شفت لها فيديوهات كتير. حاجة تانية، أنا مدمن يا جماعة فيديوهات حلاقة، بحب جدا أتفرج على فيديوهات الحلاقة. فطبعا في ظل ما أنا بتفرج على الفيديوهات دي طبعا بشوف طرق حلاقة كتير، طبعا منهم الحلاقة بطريقة الموس الحلاق. كان عندي واحد تاني غير ده، بس كنت عند سيد سالم أو سعيد سالم، مش عارف بصراحة. ده في الزيتون أو في ناحية محكمة مصر الجديدة كده، في مصر الجديدة طبعا يعني. فكنت شفت عنده يعني الموز ده، وده شكله عجبني كده، الماتيريال بتاعته عجبتني، حبيت إني أقتنيه. وبعدين جه في دماغي إني أجرب أحلق بيه، وحد قال لي في الكومنتات المرة اللي فاتت أحلق بده، فهنجربه دلوقتي. هو بيتفك على 3 مراحل، وبيتحط له اللي هي الشفرة النص، بيتقال عليها نص موس باين أو حاجة زي كده، بيتفك كده، بيتحط هنا الشفرة وبيتقفل عليها، بيتقفل عليها كده، الاتنين دول بيتقفلوا على بعض، وبعد كده ده بيسكيور الباقي يعني. ده المواسة اللي أنا هحلق بيها النهاردة اسمها سيلفر ماكس، كنت جبتها من سمير ويليام، ناحية روكسي، هو مصر الجديدة، بعد المحكمة بميدان، من عند العبودي كده. ده شكل الليموس. انا ما جربتش الليموس ده قبل كده، اللي انا كنت بحلق بيه كان جربت لورد قبل كده، بس ما كانش حلو قوي، كنت حاسه بيشد الشعر كده، كان بيبهدل الوش يعني. ما حلقتش طبعا بيه حلقه كامله يعني، انا بس مشيت بيه كده، اول ماشيه عورتني ما كررتهاش تاني يعني. ده شكل الموس اللي بيجي جوه. سيلفر ماكس ده صناعة هندي، ربنا يستر. و في حاجة تانية برضو اسمها حاجة يورو ماكس، هوريها لكم دلوقتي، بتعمل موس كامل. أنا دايما طول ما أنا ماشي يعني بعدي على الصيدليات، بعدي على الناس اللي هم بتوع مستلزمات الصالونات وكده، دايما بدور على الحاجة بتاعت الحلاقة يعني. مكن حلاقة، المواس اللي هي المواس الكاملة، مش النص اللي زي ده. بس كنت يعني أول مرة أشوف البراند اللي اسمها سيلفر ماكس دي، فحبيت أجربها يعني. مش عارف هو كده راكب كويس ولا، تهيألي ركبته هنا أهو وقفلت عليه، ودي كده قفلت. هو متهيألي ده مش البراند طبعا بتاعت سيد سالم أو سعيد سالم، وأعتقد يعني حاجة صيني ومكتوب عليها الاسم كده بس يعني. بس هو حلو جدا وسعره حلو، كان مش فاكر كان بكام، بس كان بأقل من 200 جنيه يعني، بالخامة دي حاجة كويسة جدا. من عند سيد سالم برضو جبت الفرشة دي تاني مرة أجيب نفس الفرشة دي. فرشة سنتاتيك أو اسمه إيه ده، صناعي، مش شعر طبيعي. ليها طبعا مزايا كتير جدا، أولهم طبعا إن هي ناعمة جدا. طبعا مش كل الشعر الصناعي بيبقى حلو وطري كده، فأنت أول ما بتبلها على طول بتديك نفس الإحساس بتاع الشعر الطبيعي لما تبله مثلا، أو تنقعه في مية لمدة 5 دقايق مثلا أو حاجة. فهي أصلا من دلوقتي طرية جدا وسهلة في فرد المعجون وكده. طبعا الشعر الطبيعي هتلاقيه ناشف كده يعني، أنا بدوس عليها هي يعني بتتني لكن مش بتفرش. طبعا لما بتتبل كذا دقيقة بتبقى ممتازة يعني،
انا بحب بصراحه الفرش دي. وجبت هنا برضو من عندهم فرشه تانية اوميجا، ميدل ايطالي. لا دي كانت من سمير ويليام، كانت ب 200 جنيه. اعتقد في اماكن تانية بتبيعها ارخص من كده يعني. دي برضو كنت جايبها من سمير ويليام بس زمان قوي، زمان قوي يعني من سنتين ولا حاجه. ده استخدام مثلا سنتين. طبعا مش بستخدمها لوحدها، بستخدم معاها حاجات تانية، بس يعني عندي بقى سنتين. ممتازة بصراحة. فرش أوميجا الشعر الطبيعي ده تحفة، بحبه جدا. الفرشة بقى دي بتجيبها كده، انت أول ما بتحطها على طول في مية بتلاقيها اتبلت بالشكل ده كده، وبقت جاهزة. هي نفس الطريان اللي هي فيه دلوقتي، زيه بالظبط زي الفرشة الطبيعي. بس أنا يعني عندي معاها ادفانتج زيادة عن الفرش الطبيعي، إن هي طبعا هي يعني بتقدر تستخدمها بسرعة، مش محتاج إن أنت تنقعها وبتاع. يعني لو إيه مثلا كنت مكسل مثلا تحلق وبعد ما خدت دش طلع في دماغك إن أنت تحلق، هتبقى جاهزة معاك بسرعة. و كان في حاجة تانية بس أنا نسيتها يعني، لو افتكرت هبقى أقولها يعني. جاهزة على طول، بس إيه تحط عليها المعجون وتفرشه كده عليها من فوق، توزع بس المعجون بين الشعر بتاعها، وهي هتكون جاهزة معاك على طول تشتغل. طبعا عشان هيحلق بالستريت ريزور، او ما اسميه دينجرس ريزور، لان هو بعيد كل البعد عن السيفتي وعن الامان. هو ده طبعا كان بيستخدم قبل السيفتي ريزور ده. السيفتي ريزور ده اسمه سيفتي ريزور. دي المكنه اللي كان جدك دايما بيحلق بيها. كانش فيه طبعا الكارتريدج وجيليت فيوجن والكلام ده، كان كله كده. كان ده الحاجة المستخدمة للحلاقة. وبعدها هو حديد يا جماعة، هو تقيل شوية وبيعمل دوشة. هنا ده مية ورد، استخدم أي نوع مية ورد مش هتفرق، أهم حاجة بس إيه تزود الترطيب. فالستريت ريزور ده كان مفيش غيره زمان لحد مثلا ممكن لحد الحرب العالمية الأولى مثلا أو حاجة زي كده. بعد كده هو لحد الحرب العالمية الأولى، وبعد كده بقى ابتدى يطلع اللي هو السيفتي ريزور ده للجنود في الحروب يعني وكده. كانوا بيستخدموه بقى في الحروب. كان طبعا أسهل لهم إن هم يحلقوا بيه دقنهم، يعني هم كانوا بيروحوا يعني بالشهور وبالسنين يحاربوا. وطبعا طلع بقى بعدها السيفتي ريزور ده. افتكرت الفرشة دي مش بتشرب مية، عشان هي طبعا سينتاتيك أو صناعي، فهي بلاستيك، شعيرات بلاستيك مش شعيرات طبيعي. فهي مش بتشرب مية ولا بتشرب المعجون بتاع الحلاقة، فهو بيفضل موجود كده عليها. فحتى كمان وانا بدعك كده دلوقتي في وشي، لو دي كانت شعر طبيعي غالبا كانت هتبقى يعني مش هتبقى ناشفة، بس كانت هتبقى مش مبلولة قوي كده. هي غرقت الدنيا دلوقتي حواليا. فهي بس مجرد ما يعني انت بس بتسقيها بس كده في ميه، غالبا بتشطفها او حاجه زي كده يعني، وبتبقى شايله ميه قليل قوي. واول لما بتحط عليها المعجون بتشتغل معاك كويس جدا يعني. كنت جبتها قبل كده اونلاين من نون، وكانت جيت احلق بيها وجاي اعمل رغوه، لقيتها بتطلع شعر كتير جدا. شعر وشي كان مليان شعر من الفرشه، فنضفتها وبتاع وجاي اشد منها كده. الشعر كان يعني مع كل شد على الاقل يطلع معايا في ايدي كده شعرايه. كنت بشد ضعيف يعني، اللي هو زي كده. فتخلي بالك طبعا كل ما تجيب فرشه يفضل ان انت يعني ما تجيبهاش اونلاين، بس لو جبتها اونلاين تبقى لازم تجرب ان هي
مش بيقع منها شعر طبعا، أو ممكن أول استخدامين 3 يقع منها شعر بسيط، بس يعني ممكن في كل استخدام مثلا يقع شعرتين 3. يعني هي لو وقع منها أكتر من 10 شعرات مثلا، ده كده لأ، كده الفرشة دي مش كويسة، وهتفضل توقع شعر معاك، وهيبقى ده معناه إن الجلو أو اللزق الشعر ملزوق بيه في اليد مش كويس. في أكتر من طريقة تعمل بيها فوم الحلاقة على وشك كده، أو رغوة الحلاقة بالمعجون. من الطرق اللي أنا بحبها يا إما تحطها على الفرشة وتعملها كده زي ما أنا عملت في الأول، أو تعملها في بولة، أو اسمه إيه، سلطانية. بس الطريقة دي أحسن، لأن هي بيبقى كل الفوم أو الرغوة على الفرشة، فبتلاقي إن أنت الفرشة ثابت على وشك. الفرشة بتسيب على وشك يعني صابون أكتر أو معجون أكتر، يعني أنت أكيد فاهمين قصدي. حاسس إن إيدي بتترعش شوية، حاسس إن أنا بفتح مطوة قرن غزال. شكله المفروض بيتمسك كده، شكله طبعا مرعب جدا. هجرب دلوقتي. طبعا مش شايف أي حاجة، ممكن الناحية الشمال وهشرب. مش أوحش حاجة. ده يا جماعة أول مرة أحلق بالبتاع ده. طبعا سهلة جدا إن أنت تنضفها. أول مرة أحلق يعني حتة كده كبيرة كده، يعني أنا جربتها ممكن مرة أو مرتين بالكتير قوي، مش دي، كانت واحدة تانية وكان موس لورد، كان بلاتينوم أعتقد، معرفش المشكلة كانت في الموس. معرفش المشكلة كانت في الموس ولا في الموس نفسه يعني، ولا في البتاع، الموس الحلاقة يعني. أنا عايز أفرق بين أسميها مكنة، مش عارف المشكلة كانت في الموس، نفسه اللورد، ولا في المكنة. هي طبعا مش يوزر فريندلي خالص، مش سهل استخدامها يا جماعة خالص، ما تجربوش الطريقة دي. أنا بحلق بيها دلوقتي بس محدش يعني، مش هعيد عليها تاني، مش شايف حاجة. كنت فاكر إن أنا هبقى شايف الحتة دي. نجرب بالشمال، مش هينفع برضه. ممكن برضه تمسحها كده عكس ما انت بتحلق. يعني انا بحلق كده الموس الناحية دي من تحت، فلما تيجي تعمله على ايدك ممكن تقوم جاي ماسح الصابون كده. كنت عند الحلاق من يومين كده، كان طبعا بيخطط لي الشبحانة اللي انا عاملها في وشي دي،
ركزت معاه أوي بقى مع الزاوية اللي هو بيستخدمها وكده. صعب جدا، صعب جدا، بس طبعا يعني إيه، ممكن مع الاستخدام الأكتر يبقى الموضوع أحسن. طبعا لما يبقى مفيش هنا كده صابون، بلاش خلاص تمشي ولا في اتجاه الشعر ولا عكس ولا أي حاجة خالص. يفضل إنك يعني على الأقل ممكن يبقى فيه بقايا مطرح الصابون، مطرح الصابون في الحتة دي، فأنت ممكن تقول لها مية يعني. طبعا البتاع ده هو ليه مزاياه وليه عيوبه. المزايا طبعا يعني هي aesthetically pleasing ممكن نقول، أو يعني مرضية نوعا ما، ممكن تحلق الطريقة الكلاسيكية دي. عشان انت جيمس بوند بيحلق، دانيال كريك مش فاكر كان هيوز، كان سكاي فول باين، مش فاكر. الحتة دي أصعب مكان أصلا تحلق بيه بال بماكينة الحلاقة العادية. أنا مش مرتاح خالص دلوقتي أنا بحلق المنطقة دي، ومش شايف أصلا كمان كويس. طبعا أنا قلت تحس إن أنت دانيال كريك تحس، طبعا طبيعي عادي مش هتخليك دانيال كريك طبعا. إحساس، إحساس زائف. في هنا شعراية، شعراية من الفرشة طلعت، لقيتها دلوقتي اكتشفتها حالا. ده تاني أو تالت استخدام متهيألي أستخدم الفرشة دي فيه. أول مرتين متهيألي برضه وقع معايا شعراية أو شعرتين، حاجة زي كده. بس اللي أنا كنت طلبتها أونلاين دي كانت بتوقع شعر جامد جدا. يعني ممكن قعدت أشد فيها كده طلع مثلا يجي 40 شعراية 50 شعراية ولا حاجة. فضلت أجرب كتير يعني وإيه، أحاول إن أوقع منها كل الشعر الضعيف، بس الموضوع مجابش فايدة يعني. تجيبوا أي فرصة يبقوا جربوها كويس. أنا فخور بنفسي إن أنا عرفت أحلق كل ده. دي يعتبر أول مرة ليا، يعني المرة اللي فاتت أو المرات اللي أنا كنت جربتها يعني كنت بتعور من أول نزلة كده، بس ممكن برضه كنت بعمل الموس كنت بعمله بزاوية وحشة، يعني كنت بقابل الجلد كده. فأنت المفروض بتخلي إيه الزاوية كأنك بتلزق الموس كده على وشك، الزاوية على وشك وانزل. لقيته ما بيحلقش، عارف يعني غير كده الزاوية لقدام شوية، لقيته بيحلق، استمر عليها، حسيته بيقرص كده على الجلد، اعدل الزاوية تاني. أتمنى أكون أعرف أشرح. وأنت طبعا لما تيجي تحلق هتلاقي تنشأ يعني. حلقت حتة من شنبي غلط. بقولك لما تيجي تحلق يبقى خلي بالك وبتاع، وفي نفس الوقت بقولك ما تجربش الطريقة دي.
إحساس أصلا الحلاقة دي في الآخر بيبقى بالظبط عامل زي السيفتي ليزر. يمكن السيفتي ليزر أحسن عشان طبعا بيديلك نفس إحساس الحلاقة القصيرة بتاعت الموس ده، بس طبعا بأمان اسمه سيفتي ليزر، يعني الموضوع شرح نفسه. مش شايف حاجة. بيبقى في بتاعة كده بيتمسح فيها الصابون اسمها أستيكة باين أو حاجة زي كده، بس يعني مش للدرجة دي، يعني مش فاتح صالون حلاقة يعني. لا ما جبتهاش. أنا ممكن تعمل كده في إيدك وتعملها في مية بتاع سهلة يعني، مش قصة. طريقة الحلاقة دي بتديلك إحساس حلاقة قصير جدا، يعني بتحس إن أنت إيه، شايل الشعر، بيديلك إحساس حلاقة كأنها قرطك، يعني بتعمل إيدك كده على وشك كده لما بتحلق، كأنك بتمشي إيدك على قرطك. طبعا يعني على حسب أنت حلقت وشين 3، حلقت في نفس اتجاه الشعر ولا حلقت عكسي؟ إيه ده، التعويرة دي ولا إيه؟ لا يا جماعة، مطرح التعويرة اللي اتعورتها مش فاكر من أسبوع ولا أسبوعين. وشي مش بيخف، يعني مجرد إن أنا اتعورت وطلع لي حباية تفضل ملازماني. مش قادر أوصف لكم إحساسي بالفخر. مكنتش أصور أصلا الفيديو ده، قلت ممكن أحلقها أو أجرب أحلق، أو منفعش منزلش فيديو. بس يعني ماشي، ممكن الوش التاني اللي هو هيبقى عريضي ده أحلقه حاجة تانية، يعني حاسس يعني إيه، هلاقيها وأجيبها البر بدل ما اتبهدل يعني. مصمم أحلق الحتة دي. بس الفرشة لسه شايلة قد إيه. الفرشة دي كانت ب110 120 115 حاجة زي كده، من عند سيد سالم أو سعيد سالم. دي غالبا يعني ممكن أرخص فرشة أرشحها بتاع الزيت معدي. أيوة 35 جنيه، 35 جنيه كيلو. أكيد فاهمين قصدي يعني. يا عم امشي بقى يا عم، لا حول ولا قوة إلا بالله.
وانت بتحلق كده تحس ان انت جراح بتعمل عملية. طبعا طريقة حلاقة صعبة جدا، دي أصعب طريقة حلاقة وأخطر طريقة حلاقة، بس أوفر طريقة حلاقة. يعني انت الحلاقة دي مثلا ممكن تكلفك جنيه مثلا، 2 جنيه معرفش. يعني علبة المواس دي فيها 100 موس كانت ب75 جنيه. أنا عندي سمير ويليام، وسمير ويليام بيبيعوا الحاجة غالية يعني، بس 75 جنيه في 100 موس ده ممتاز. والموس بصراحة حامي جدا، وأكيد كل ما الموس يبقى حامي كل ما يبقى أمان أكتر. ممكن نبقى نجرب طريقة الحياة دي تاني مرة تانية. بلورد مثلا أو موس ناست، جيلة ناست. يعني بالنسبة طبعا أول وش إن أنا حلقت في اتجاه الشعر ده نتيجة مرضية جدا. ممكن خلاص يعني آخد بعضي وأمشي دلوقتي. 28 دقيقة كتير جدا. دي حاجة تانية برضو من الحاجات اللي هي مش هتكون حلوة مع الموس ده، إنه الموضوع هياخد وقت كبير. مهما اتملكت منها أكيد هياخد وقت أكبر من السيفتي ريزور أو أو الكارتريدج أو أيا كان يعني. فهنكمل دلوقتي بالكارتريدج. وعلى فكرة المواس دي بتقدر تحلق بيها أكتر من مرة. ممكن مثلا تحلق بيها لحد مثلا 4 مرات ولا حاجة، مش فاكر كان أنهي أحسن حاجة قعدت معايا 4 مرات. بس كان في الشيفت ريزور، مش في البتاع ده اللي هو المواس اللي هي الكاملة مش النص. غالبا كان لندن بريدج، جيلة لندن بريدج، بس هو مش منتشر قوي يعني. هو موجود في صيدلية هنا في مصر الجديدة قدام الكلية الحربية، بس هو مش منتشر. وموجود في العتبة عند الناس اللي هم بتوع الكوزماتكس. في هناك سوق كامل كوزماتكس. وعندهم أنواع كتير، وفي عندهم في أنواع بقى مشوفتهاش قبل كده، كنت جبتها برضه. في نوع اسمه أسكو، ده تبع لورد. وفي في في ايه تاني، في اسكو، في برو اتش، ناست، لورد. في منها لورد كتير جدا، في لورد اكسترا ولورد سوبر ولورد بريميوم. وممكن تلاقي من البريميوم ده كذا اصدار، يعني ما بيبقاش اصدار واحد. وفي دوركو، الدوركو ممتاز. الدوركو اعتقد قعد معايا 3 حلقات او حاجه. وحلقته ناعمه جدا وقصيره جدا، ممتاز بصراحه الدوركو. وفي أسترا، افتكرت الأسترا هو اللي قعد معايا 4 حلقات أو 5 حلقات كمان. طبعا يعني 5 حلقات ده اللي هو أنا ممكن بحلق مثلا مرة مرتين في الأسبوع بالكتير. فطبعا بنسى أنا حلقت بالموس ده قد إيه، فعندي بجيب الزهرة. لو حلقت مثلا مرة فبقوم جاي حاططها مخلي مثلا رقم 1 ده باصص فوق، فكده أعرف إن أنا حلقت ده مرة. أقوم جاي حلق مرة تانية، أقوم جاي رقم 2 ومخليه باصص فوق، أعرف كده عشان أفتكر يعني، عشان منساش يعني. بنسى بسرعة جدا، ذاكرتي وحشة للحاجات يعني اللي زي دي، اللي هو ذاكرة سمكة. هل السمكة بتنسى بسرعة؟ معرفش، ياريت تقولولي. ده السيفتي ريزور المفضل بالنسبة لي والأغلى. ده كنت مخلي أخويا جايبولي من برا، مونتاج سريع جدا. مش فاكر الموس اللي جوه ممكن نبص برضه على الموس اللي جوه.
انت عديت ومحدش باعلك حاجة انت راجع تاني؟ اسكت. اسكت باين. هي هتعمل فوكس ولا مش هتعمل فوكس؟ ده موس اسكت يا جماعة. مش فاهم يا عم، عدى مرة ومش حاطش باله حاجة زيادة ازاي؟ مين ده يا جماعة بيعدي عنده الراجل بتاع الزيت؟ مين مش بيعدي عنده الراجل بتاع الزيت ده؟ معرفش، ده السؤال الأوقع. الموضوع مشكوك في أمره. لما تيجي تحلق بالسيفتي ريزور طبعا لازم تستخدم الجهتين بتوع النص عشان تستهلك الناحيتين قد بعض، ما يبقاش فيه ناحية تلمع الناحية وناحية تانية تبقى كويسة، فما تبقاش عارف ترميه ولا تسيبه ويحلق حلقة مش حلوة. نفس الحلاقة بالظبط، نفس إحساس الحلاقة. يعني دلوقتي الحتة دي ناعمة نعومية مش طبيعية، وما بيعملش التهابات، كل المميزات يعني. طبعا مش كل السيفتي ريزور واحد، كل حاجة على حسب تمنها وعلى حسب البراند بتاعتها وعلى حسب الماتيريال بتاعتها، كل حاجة يعني ايه بتقدم زاوية مختلفة ممكن تقول. تلاتة وتلاتين دقيقة، يا نهار أسود. ممكن نبقى نعمل وربنا تشالنج الحلقة السريعة. طبعا يعني عادة بحلقة أسرع من كده، يعني مش نص ساعة، نص ساعة حلقة ده كتير جدا. الجزء ده بداية كده من هنا لتحت، ما ينفعش خالص أحلقه ولا عكسي ولا عريضي ولا أي حاجة، أو في اتجاه الشعر بس. ممكن أحلقه أكتر من مرة، يعني أعدي عليه وشين أو تلاتة عادي، بس ما يمشيش عكس خالص. دول هم لسه موجودين بسبب إني حلقت عكس من فترة كبيرة جدا، وبعد كده اتعورت فيها تاني من قريب. بس خلاص الرينج لايت ده أنا مش عارف أعمل إيه معاه، بس يعني كويس، قعد نص ساعة. معرفش إذا كان ده كويس ولا لأ. لو حد عنده رينج لايت يقول لنا المفروض يقعد قد إيه بالفراغ بتاعته. أنا شايفه كويس، المفروض شحنت ساعتين تلاتة، مفيهوش أي إنديكيتور ولا أي حاجة خالص تقول هو مشحون قد إيه. هو مربع كده كان شخيص، يعني 700 جنيه 700 حاجة، معرفش
معرفش إذا كان ده كويس ولا لأ، بس هو نوره حلو بس بطاريته وحشة أوي. تعرف بقى الحلاقة دي كويسة ولا لأ، وهتعمل لك التهاب أو في حرقان موس أو كده لما تمشي حاجة تشرب على وشك. المفروض تحس بإحساس حرقان خفيف، مش مؤلم أوي يعني. طبعا أنت تحس فيه كأن فيه إبر بتشوك في وشك. طبعا الإحساس ده ممكن يبقى أكتر في الرقبة، بس مش المفروض يبقى قوي يعني. بس لازم تحس بإحساس حرقان، بس كل ما يكون أخف كل ما تعرف إن أنت حلقت حلاقة احترافية أكتر. وريني لايت يعني صمد لحد ما خلصت بالظبط يعني. أول ما قلت خلاص بقى في النار والله بيوجب، بس خلاص كده الأمور يقطع بقى. تشطف وشك شطفة برضه سريعة بعد الشقة، وبعد كده بتحط أفر شيل. إحساس الإنجرام ده حلو، بس مش عارف، حاسس الأنبوبة اللي هي الرفيعة اللي كانت معايا الصورت اللي قبل كده كانت مختلفة. معرفش الاختلاف فين، مش عارف أمسك أنا مش عارف أحط صباعي على الاختلاف بالظبط، بس في اختلاف. ده اللي أنا كنت بستخدمه، ده أول إنجرام بجربه يعني. هو قاعد معايا بقاله سنين كتيرة أوي، بس ما كنتش بستخدمه لفترة كبيرة يعني. بس هنستخدم ايه بقى في الافتر شيف؟ ممكن مثلا تجيب مية ورد، مش مثلا رشتين 3 4 5 6 براحتك. ده ممكن يبقى أرخص أفتر شيف تستخدمه، بس يعني اوعى تحلق وتمشي على طول يعني. لازم تحط حاجة على وشك ترطب بيها الدنيا. إحساس الحلاقة ممتاز. ده من أكتر المرطبات، مرطب مش أفتر شيف، بس يعني أي مرطب يعني يشتغل كأفتر شيف عادي. ده من أكتر المرطبات اللي أنا بحبها، لأن هو مش بيزيد عشان هو بشرتي دهنية، أو يعني الجزء ده دهني أرضي، ومناخيري بيقول عليها تي زون. تي زون تي زون. إحساسه باقي المرطب اللي في ايدك ده برضه يعني حاول تستغله